بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي العاب القوى المصريه في مصر والوطن العربي، على هامش بطوله الجمهوريه لالعاب القوى الكبار، ومع انتهاء منافسات كاس 2024 لنا لقاء مع كابتن محمد ابو فندي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى ورئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري. اهلا بحضرتك كابتن محمد. اهلا بيك كابتن اسامه، وفرصه سعيده ان شاء الله انا هطلع مع حضرتك ان شاء الله في الحديث الشيق ده ان شاء الله يعني. احنا اللي اسعد يا كابتن محمد، ونتشرف بوجود حضرتك كابتن محمد. ختام ناجح لمنافسات بطولات الجمهوريه المتبقيه من موسم 2024، بطولات الكاس التي كان الاتحاد المصري للالعاب القوى كان حريصا جدا باقامتها بكل ما اوتيتم من قوه وامكانيات لصالح اللاعبين واللاعبات، ولصالح ايضا الانديه والاجهزه الفنيه، وتكافؤ الفرص بين الاعمار السنيه. في اول الامر حابب اشكر منطقه اسكندريه لالعاب القوى على المجهود الكبير جدا اللي ظهرت بيه البطولات دي. واحنا كمجلس اداره الاتحاد اول ما ظهر طبعا التاخر في سبب عمل خطه النشاط بالنسبه لبطولات الكاس، كان في طبعا انتخابات وكان في حاجات من دي، فقدرنا بعد الانتخابات مباشره نوضع خطه لتنفيذ بطولات الكاس، لان طبعا بطولات الكاس بطولات مهمه جدا للانديه والاتحاد، وكان عندنا تارجت اللي احنا نخلص البطولات دي في شهر. تضافرت كل الجهود بين مجلس اداره الاتحاد والانديه المشتركه ان احنا نطلع بالبطوله دي بشكل كويس جدا، لان كان عندنا هدف في البطوله دي خاصه في الاعمار الخاصه بمواليد 2009 2010 الانتقال المنتخب اللي هيمثل مصر ان شاء الله في اولمبياد 2026، والوقوف على مستوى اللاعبين الخاصين بالمنتخب الاول سواء الرمي او الجري او الوثب، عشان نقدر نحط خطه للاربع سنين الجايين على اسس رقميه موجوده. الحمد لله انتهت النهارده او لسه في انتهاء اخر يوم في بطوله الدرجه الاولى، والجو طبعا جو ممتع جدا لالعاب القوى، خاصة اللاعبين النهارده والبطولات السابقة. جو اسكندرية جو مختلف عن مصر كلها كابتن أسامة. أقدر أقول لك إن الأجواء اللي بالنسبة لألعاب القوى أجواء صعبة ممطرة، وطبعا ده هيدي للعيبه تكيف بشكل كبير جدا مع المنافسات اللي بتحصل في الخارج، سواء على المستوى العربي او المستوى الافريقي، وخصوصا المستوى الافريقي، لان افريقيا فيها دول قويه جدا بتقيم بطولات افريقيا بتبقى ممطره، فاحنا بنتعود دلوقتي على هذه الاجواء. طبعا اللعيبه كلها محطوطه تحت ضغط الطقس، وانا شايف البطوله ماشيه بشكل كويس. كابتن محمد، كلمنا عن احتواء مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومجلسه الموقر لحضرتك أحد أفراد المنظومة برئاسة العميد حاتم فودة، عن احتواء حضراتكم للاعبين بصفة عامة وبصفة خاصة أصحاب الأرقام القياسية التي تتحققت في هذه البطولات في شهر ديسمبر 2024. اقدر اقول لك كابتن اسامه، احنا بنتعلم دايما مع وجودنا على راس المنظومه. بالنسبه للمجلس السابق كنت انا موجود في المجلس السابق، فاحنا بعد ما انتهت الدوره السابقه قدرنا نحط النقط اللي احنا ما قدرناش نشتغل عليها بشكل كويس او بشكل مرضي لينا شخصيا كاعضاء مجلس اداره، وقدرنا نحط نقط الضعف او نقط اللي لم تنال استحسان بعض اللاعبين، وان شاء الله خلال الدوره ديت اتفق المجلس اللي هو يراعي بعض النقاط اللي كانت عندنا فيها نقاط غير ايجابيه، ونقدر نقول ان احنا ان شاء الله بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه المستشار الدكتور اشرف صبحي اجتمعنا بعد انتهاء الانتخابات مباشره، وده نحط نقط وثوابت ان شاء الله نمشي عليها الفتره الجايه. وانا شايف ان الوزاره ماشيه معانا بشكل قوي جدا ودعم قوي جدا، وخصوصا للابطال اللي ان شاء الله يكونوا امل مصر في اولمبياد 2028. هنقدر نقول ان خطه الاتحاد الجايه ان شاء الله احنا في اطار وضع خطه لمده 4 سنوات نقدر نبني عليها، سواء الخطه الاداريه او الخطه الفنيه للمنتخبات، لان الخطه دي تقدم الوزاره بشكل مرضي للاعبين، وان شاء الله الخطه دي تترجم خطه ماليه نقدر نختار عليها ونسكن بعض المنتخبات اللي موجوده. وعايز اقول لك كابتن اسامه اللي احنا تم الاتفاق بيننا وبين بعض كاعضاء مجلس الاداره برئاسه العميد حاتم ان هيكون في لكل مرحله عمريه جهاز فني ثابت للمنتخب يقدر يتفرغ بشكل كبير جدا ويقدر يشتغل على النواقص اللي احنا عندنا فيها عدم
درايه كامله بحاجات كتير فنيه، قدرنا نقف عليها ونقدر نقول للناس ونطمنهم ان شاء الله نامل ان الدوره دي تكون محققه لاماننا كلنا، ونامل ان اللاعبين الكبار بالنسبه للمنتخب الاول يكون في ميزانيه قويه تقدر تلبي طموحات المصريين، وخصوصا للاعبين القريبين جدا من التاهل موجودين، طبعا معروفين طبعا كلهم بالاسماء. ونقدر نقول لك ان احنا هنهتم اهتمام كبير جدا بقاعده اللاعبين، واولها منتخب مصر ل 16 سنه. هو ده النواه اللي نقدر نبني عليها ونعود ولادنا ان شاء الله ان الدوله المصريه قادره تعمل اي حاجه. المصري يا فندم لما بيحط حاجه في دماغه بينفذها، واقدر اقول لك ان احنا مقاتلين وان شاء الله يبقى في حاجه كويسه ان شاء الله يا كابتن يوسف. كابتن محمد ابو فندي، حضرتك ذكرت الدوله المصريه وحضرتك ذكرت دعم وزاره الشباب والرياضه بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. خلينا نتكلم عن هذه الجزئيه، دعم الدوله المصريه ودعم الوزاره ومواكبه حضراتكم واصرار حضراتكم على رفع علم مصر وتشريف الدوله المصريه ودعم الدوله المصريه لالعاب القوى بصفه خاصه والرياضه المصريه بصفه عامه. يا كابتن محمد. يا كابتن أسامة، بعد انتهاء الأولمبياد السابقة تم التوجه من رأس الدولة متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن لازم يكون لمصر تواجد قوي جدا في الأولمبياد الجاية. وأقدر أقول لك إن ده هيبقى ملف رئاسي، وإحنا لازم نواكب الإيقاع للسيد الرئيس. ما يبقاش السيد الرئيس ماشي بإيقاع سريع وايقاع يدل على رؤيه مستقبليه للدوله، واحنا ان شاء الله نقدر نتكلم في الموضوع ده بشكل قوي، لان عندنا الحافز من الدوله المصريه اللي هي هتعمل حاجه، واحنا قد التحدي ان شاء الله. واقدر اقول لك ان انا شايف ان الجهه التنفيذيه الخاصه او الجهه الاداريه الخاصه بالرياضه في مصر متمثله في وزاره الشباب والرياضه، اقدر يعني اقول لك بشكل صريح ان في توجهات قويه جدا لوجود مصر في الاولمبياد بشكل قوي، وليس لغرض التأهل فقط، لغرض إحراز ميدالية. وهنشتغل زي ما احنا اتفقنا على الكيف وليس الكم، مش العادل اللي يتأهل، لا ان شاء الله يبقى في ألعاب القوى لعبة رقمية. واقدر اقول لك ان العالم كله بيجري بشكل قوي جدا رقميا، فلازم نواكب الايقاع ده. وعندنا امكانيات وعندنا مواهب، وعندنا يا كابتن اسامه من المواهب لو تم عمل بيئه مناسبه ليها في كوضع تدريبي او كمعايشه او كامكانيات ماديه، نقدر نعمل كل حاجه ان شاء الله. يعني المصري يستطيع والعاب القوى المصريه تستطيع. كابتن محمد ابو فندي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للالعاب القوى، خير الكلام الشامل الكامل. كل التحيه والتقدير لحضرتك. كل التحيه والتقدير يا كابتن اسامه، وانا بشكرك على مجهودك المتميز كاعلامي بتسعد اسره العاب القوى المصريه. وده واضح يا كابتن اسامه من شغلك بصراحه، ده مش مجامله. اقدر اقول لك ان انت اضفت لمنظومه العاب القوى الشكل الاعلامي الممتع، خاصه لمشاهدين العاب القوى في المنازل. واشكرك يا كابتن اسامه على مجهودك. تحياتي لحضرتك. شكرا لحضراتكم.